يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. في اكتر من موضوع النهارده عايزين نتكلم فيه سريعا، او هنحاول نلم كل المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها، لان بقالنا كام يوم المواضيع كتير جدا مش عارفين نجمعها كلها في حلقه او فيديو واحد. المهم قبل ما نبتدي في المواضيع دي خليني بس اعلق على الموضوع بتاع تصريحات الاستاذ الاعلامي محمد الباز، وكان وراه حمد النبراوي اللي طلعت الغرفه او شعبه المحمول في الغرفه التجاريه في القاهره قالت ان تصريحاته لا تمثلهم، وان هو غير مصرح بيه او تصريحاته تعتبر غير رسميه، وان في ناس في المسؤولين في شعبه المحمول اللي هو منهم الاستاذ وليد رمضان رئيس الشعبه هم اللي مصرح ليهم بالتصريحات او يقولوا المعلومات الدقيقه. الاستاذ وليد رمضان قال ان اسعار المحمول في مصر غالية بلا مبرر، والغرفة التجارية طلعت برضو قالت ان في ارتفاع في اسعار الموبايلات داخل مصر اللي هي بتجمع او بتصنع او اللي انتوا عايزين تقولوه محليا في مصر في زيادة في الاسعار بشكل غير مبرر. لما جيت اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت على استاذ محمد الباز لما طلع قال ان المصريين في الخارج اثناء ازمه الدولار ما كانوش بيحولوا والدولار كان ب70، وحمد النبراوي قال نفس الكلام، وانتوا ما كنتوش بتحولوا وانتوا بتدوروا على مصالحكم. بس في سؤال بعيدا بقى عن الاقتصاد، لان في حته كده حصل فيها لبس برضو وانا بتكلم فيها، ولكن بعيدا عن الاقتصاد، هو الاستاذ حمد النبراوي واستاذ محمد الباز وسين وصاد وكل الاعلاميين وكل المواطنين وكلنا بندور على مصلحه مين؟ بنحب بلدنا وبنحب كل حاجه، ولكن النقطه اللي فيها لبس ان انا كمواطن لست مسؤول عن السياسه النقديه. النهارده عدم توافر الدولار في البنوك وقتها هو من تسبب ان في ازمه في سوق سوداء. عدم اللي هو قيمة الدولار في البنوك او تسعيره في البنوك ما كانتش دي القيمة اللي المفروض يقيم بيها. واستاذ محمد الباز نفسه قال لما توحد سعر الصرف، لما توحد السعر الناس راحت على البنوك. فاذا حضرتك المشكلة ما كانتش في المصري المغترب، المشكلة كانت في السياسة النقدية، لان النهاردة لما يكون السعر هنا هو هيحول على البنك مفيش مشكلة. ولكن فكرة ان انت الوطنية تقاس بان انت ما تشتكيش زي ما استاذ حمد النبراوي قال، وقال ان المصريين في الداخل ما بيشتكوش، وان هم 80% من الموازنة اللي هي طبعا الضرائب ومحدش بيشتكي هل ده معناه حضرتك ان يبقى في احتكار لسلعة زي المحمول في مصر ويطلع برضو؟ ما مش كلامنا لما تطلع شعبة المحمول نفسها ورئيس الشعبة الاستاذ وليد رمضان يطلع يقول ان في زيادة في الاسعار وانها بره ارخص من كده في الخليج مثلا. ما هو انا في الداخل، ما هو انا متضرر. مين قال لحضرتك ان انا ما بشتكيش؟ ودي سلعه احنا بنتكلم عن محمول، عشان في ناس بتقول لك انتوا جايين في الهيفا وتصدروا. لا يا فندم، هي الفكره مش فكره محمول ولا فكره، هي المبدا نفسه، احنا بنتكلم عن المبدا نفسه. فالاستاذ حمد النبراوي كان طالع بيتكلم على ان اللي جوه ما بيشتكيش، وانتوا جنود في خدمه مصر، واللي معاه حق الايفون يدفع، ما يمكن جايبه قسط يا فندم. وبعدين تطلع النائبه تطلع تقول لك حول $5000. ليه؟ هو كل الموبايل على بعضه بكام عشان ياخد اعفاء فيدفعوا $5000 يحول كل سنه $5000؟ اللي بيحصل ده عداء مش مفهوم. انا النهارده بعادي المصريين المقيمين في الخارج ليه؟ انا مش فاهمه الحقيقه. انا لا عندي حد مقيم في الخارج، ولا حد بيشتغل في الخارج، ولا انا بشتغل في الخارج، ولا بيجي لي فلوس من الخارج. بس انا بتكلم عن المبدا نفسه. هو بيقول المساواه في الظلم عدل. انت بتوسع دايره الظلم مش بتساوي. لما بتتكلم على الضرايب النهارده اللي المصريين بيدفعوها، طب ما هو المغترب في الخارج اللي بيعمل في الخارج او المقيم او اي حاجه او اللي حتى هاجر، ما هو عليه التزامات برضو، مش بيدفع اقامه، بيدفع رسوم، بيدفع علاج، بيدفع تعليم. ما هو بره بيدفع، وبرضو لو ليه اهل، لو لسه ليه اهل في مصر مش كلهم مثلا معاه او كده، بيحولهم فلوس. فالمغترب في الخارج مش بطوله. ما هو 14 مليون مصري في الخارج تقريبا، فيما يقابلهم قول أسرة من فردين، أسرة من 3 أفراد، أيا ما يكون. ما هو بيتحمل ملايين تانيين جوه بيصرف عليهم. هو مش قاعد بيعد فلوس وخلاص. وبعدين ده ما هو شقاه وتعبه يا فندم، زي ما هو شقاك وتعبك. حضرتك أثناء أزمة الدولار عملت إيه؟ أو أنا عملت إيه؟ أو أي حد عمل إيه؟ هل كنا نملك نعمل حاجة؟ أقصى ما عملناه وقتها عملنا حملة، وقلنا كان وقتها الدكتور حسن الصادي بيتكلم على إن في سلع إحنا بنستوردها بملايين ومليارات ممكن نستغنى عنها. أنا فاكرة وقتها إنه تحديدا اتكلم على السيريال اللي هو الكورن فليكس، أكل الأطفال. هو اتكلم عليه، قال إن إحنا بنستورد $1 مليار سنويا السيريال ده. ليه؟
وقال نستغنى عنه. ووقتها انا فاكره كويس قوي ان قلنا نستغنى عن اي حاجه بالدولار وقتها، يعني ناجل شويه حاجات، ما نشتريش حاجات، ما نستوردش حاجات، الحاجات الكماليات ملهاش لازمه. وقتها حتى اتكلمت على موضوع الحج والعمره وتكلفته كام وعايز كام عمره، الكلام ده كله اتكلموا، وحتى قالوا لي مش عايزين من وشكوا حاجه، وكان في شتيمه كتير برضو وقتها. ده اللي عملناه. اعرف مصريين مقيمين بالخارج وقت الازمه بتاعه الدولار حق الله يعني، ووطنيين جدا ومحترمين جدا، كانوا بيحولوا فلوسهم على البنك، ولكن مصاريف بيتهم كانوا بيحولوها لهم يعني، ومن الداخل. وخدوا بالكم ان الموضوع كان من الداخل، كانوا بياخدوا من المصريين العمله ايا ما تكون العمله بره، ومن الداخل بيدوهم مصري. فحضرتك النهارده الوطنيه تقاس بقد ايه خسرت المواطن، مش ان انت تصلح السياسه النقديه، لا يعني ما دي الفكره، ان كان استاذ محمد الباز او حمد النبراوي. ولكن حضراتكم في نقطه كمان مهمه، في حصل فيها نوع من انواع اللبس. لما جيت اتكلمت على عدم توافر الدولار، وان في رجال اعمال عايزين يشتروا، انا كنت بتكلم على سبب السوق السوداء، اللي هي السعر الدولار ما كانش صحيح وقتها في البنوك، ان عدم توافر الدولار، ان في ناس عايزه تشتغل، ان في بطء في الاجراءات، ده كان سبب من اسباب ان يبقى في سوق سوداء. وقلت ان احنا بدل ما نيجي نلوم على المواطن، ان احنا نصلح المشكله اللي هو المرض نفسه، مش العرض اللي هو السوق السوداء. ده اللي انا اتكلمت فيه حضراتكم، لان الوقت ده احنا كمصريين في الداخل او في مصريين في الداخل تضرروا، بعيدا على موضوع رجال الاعمال. يعني مثلا هذكر لحضراتكم مثال بسيط، الطلبه مثلا بتوع الامريكان والاي جي، الرسوم بتاعه الامتحانات بالدولار، وبتتكلم في 200 دولار تقريبا، 400 دولار، ما كانوش لاقيينها وقتها يعني. ودي حاجه مهمه جدا، وعايزين يدفعوا الرسوم، والمدارس كانت مدياهم ورق عشان ياخدوا من البنوك، ومع ذلك البنوك ما كانتش موفره الموضوع ده. اذا فحضراتكم احنا مش في عداء مع المصريين في الخارج، هي دي الفكره. ولما تيجي تقول له حول 5000 دولار ومش عارف ايه، عمرو اديب رغم اختلافي معاه يعني في الكثير، يعني قال لك طب ما تعلق اللي جاي من بره من رجليه، علقوه من رجليه يا جماعه. زي ما بيدفع بره انا بدفع جوه، زي ما هو انا بصرف هو بيصرف. فالموضوع مش كده يعني. الفكره وفر لي سلعه او اللي هو المحمول بسعر تنافسي، ومش بتجمع جوه مصر، ومش واخد تسهيلات عشان يتعمل المصانع دي، تم توفره لي بسعر تنافسي وانا هشتريه، مش هقول لا، مش هقول لا. بتتكلم على التهريب، وقف ان دخول مثلا فئات معينه اللي بتصنع في مصر باسعار مناسبه ما تدخلهاش مصر اصلا. اعمل فئات الغاليه مثلا بلاش، يعني ممكن تتصرف. قلت برضو على المعتمرين ما تدخلهمش موبايلات. الموضوع سهل، الموضوع سهل يعني، مش عشان اعمل حاجه فوقف كله يعني. هي الموضوع سهل وبالراحه، وانتوا مش في عداء. الحقيقه الاستاذ حمد النبراوي، انا مش عارفه بعد ما الشعب قالت ان هو مش تبعهم يعني، مش عارفه هو تصريحاته في الميديا او على الشاشات بمناسبه ايه يعني، بيتكلم بشكل فيه نوع من انواع الضيق قوي كده من المصريين اللي في الخارج. انا مش عارفه ليه بصراحه يعني، مش فاهمه ليه. فالفكره هي المبدا، مش لا هي موبايل ولا ده مهم ولا ده مش مهم. وبرده في ناس يقول لك في البعض مش كتير الحقيقه، برضو في نوع من انواع بحس ان في غل او عداء مع اللي بيشتغل في الخارج ده. ليه يا فندم ليه كده؟ بيفكرني بنفس الموقف ان هو كان ازمه يعني التعويم والكلام ده كله، كان طلبه الجامعه الامريكيه، وانا ولادي مش في الجامعه الامريكيه عشان بس ما حدش يقول انت بتدافعي عنهم ليه، كان عندهم مشكله ان المصاريف زادت قوي عليهم وعملوا اعتصام في الجامعه الامريكيه. انا لقيت ان في شماته من البعض يقول احسن عيشوا عيشه اهاليكوا، ما تخشوا جامعات حكومه عشان تبطلوا تروحوا المدارس. هو حر يا فندم، هو حر. كان مدخل ولاده وعامل حسابه ان هو امكانياته دي، فجاه الامكانياته دي ما بقتش تساعده نظرا للتعويم اللي حصل يعني. فايه ليه بنشمت في بعض لما بنحس ان في حد مش قادر يوفي التزام ما انت شايفه رفاهيه يعني؟ بدل ما نتمنى لبعض الخير، احنا كلنا نحب ان اولادنا يخشوا يا سيدي جامعه امريكيه، جامعه بريطانيه، جامعه المانيه، احسن تعليم في الكوكب كله. ليه لما بنلاقي ان حد مش قادر يوفي التزاماته بنشمت في البعض؟ طبعا مش كلكم او مش كل الناس يعني، في نوع من انواع الشماته. وعيش عيشه اهلك، ما هي دي عيشه اهله يا فندم، ما هو ده شقاه وتعب وهو ما جاش سرقك. فالفكره ان في البعض بيعادي العاملين بالخارج بشكل يعني انا الحقيقه مش فاهماه يعني. المهم، وعشان ما اطولش على حضراتكم، ربنا يا رب يرزق اللي في الخارج واللي في الداخل ويهدي الجميع، احنا نتمنى الخير للجميع. المهم بقى الموضوع التاني، ان كان في امبارح فيديو منتشر. الحقيقه انا ما عنديش فكره هو الفيديو ده امتى، تاريخه ايه، ولكن هو اول مره كنت اشوفه امبارح. ولكن هو في مؤشرات، حتى لو الفيديو قديم، في مؤشرات يعني
مش احسن حاجه. الفيديو بيتكلم على دار مسنين في شارع مراد في الدور الاول، ان العماره كلها سودانيين، وحصلت مشكله، فالسودانيين زي ما تقولوا ايه، السكان السودانيين حكموا على صاحبة البيت اللي هي صاحبة العقار ان هي تقفل دار المسنين بتاع المصرية اللي موجودين، علشان بدل ما هم يسيبوا لها العمارة زي ما حضراتكم هتسمعوا. لحظة اعتداء سكان سودانيين على دار مسنين في الدور الأرضي من العقار. طبعا العمارة كلها سودانيين، فيها 30 شقة، كل الشقق سودانيين، مفيش غير دار المسنين بس هم اللي مصريين في الدور الأرضي والباقيين فوق. أول ما الدار فتحت في المكان كانوا بينزلوا، هنا دي دار عجزة، أيوة، كانوا بيدخلوا يشوفوا الناس وكده مرة مرتين. أنا كنت فاكرة إنها زيارة، لكن هما بيدخلوا علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل جوه والناس دي إيه والكلام ده. في يوم من الايام واحده داخله بتقول جايبه هدوم قديمه، بتقول لي دي للناس اللي عندك. قلت لها الناس اللي عندي ليهم اهالي واهاليهم بيجيبوا لهم. قالت لي لما هم اهاليهم بيجيبوا لهم رامينهم ليه عندكم زي الكلاب؟ قلت لها هم مش مرميين زي الكلاب، الناس دول ناس اللي لواء واللي وكيل وزاره والناس كلهم اماكن، يعني كانوا في اماكن مرموقه، بس اهاليهم مش قادرين، يعني هم مرضى وعايزين مكان يراعيهم. فراحت قالت انتوا كده المصريين زي الكلاب، احنا عندنا ما بنرميش اهالينا ولا بنرمي ابونا ولا امنا. وراحت بصقت في وشي يعني. فطبعا انا قلت لها، يعني انا رديت عليها الاساءة الشتيمة اللي شتمتها، ورحت قافله الباب. بصيت لقيت 5 دقايق نازله هي وامها واختها، هما بيبقوا ساكنين اسر كبيره في الشقه، نازلين خبطوا الباب. فانا فتحت لقيت شبشب في وشي، وبعدين اللي مسكت شعري واللي مسكتني من ظهري. المهم ضربوني مع الصريخ. المسنين كانوا بيصرخوا. لقيت اللي داخله تقول المسن هص، وشاب داخل يزقني، وانا مسكت موبايلي طبعا علشان اصور. راحوا واخدينه من ايدي، يعني ما لحقتش اصور غير حوالي 14 ثانيه دول. طبعا في موقف ميكروباصات قدام العمارة مع الصوت، طلعوا السواقين، يعني خلصوا الموضوع ودخلوني انا جوه وطلعوهم هما، وبعديها تاني نازلين تاني. فانا استنيت لما مشيوا ورحت عملت محضر في القسم. الاول طلبت النجدة جت، بس ما رضيوش يطلعوا العمارة، خدوني أنا معاهم وعملوا لي محضر في القسم. وبعدين قالوا لي خلاص روحي، ما فيش أي إجراء حصل. وبعديها بحوالي 3-4 أيام لقيت الشؤون جايالي، الشؤون والحي والبيئة، بيقولوا ان في شكوى مقدمه من الجيران هنا ان هم في ازعاج من المسنين، وان هم مش عايزين الناس دول وسطيهم. وصاحبة العمارة طبعا علشان تقدم لها بلاغ منهم كلهم مرة واحدة، قالوا لها هنفضي العمارة لو المسنين ما مشيوش. فقالت لا، يبقى خلاص المسنين يمشوا، علشان كده بيقولوا احنا هنسيب لك العمارة فاضية. فدلوقتي ادوني 12 ساعة لازم اخلي المكان. الحقيقه المؤشر بتاع الفيديو مش الطف حاجه ابدا، لما عماره كامله في منطقه حيويه، احنا بنتكلم في شارع مراد، لما عماره كامله في المنطقه يحصل مشكله، وطبعا التجاوز والتطاول واللي حصل على الست دي، طبعا ممكن الجهات الامنيه، لان هي بتقول ان ما حصلش معاهم حاجه، هم يتحققوا من الفيديو زي ما الداخليه ما شاء الله بتعرف تتحقق او بتقدر تتحقق في كل حاجه في اقل من 24 ساعه. نرجو التحقق، الجهات الامنيه تتحقق من هذا الفيديو وتاريخه واسبابه وايه اللي تم فيه. دي حاجه الحقيقه يعني مشكوره جدا الداخليه بتحقق فيها وبتنجزها بسرعه جدا مؤخرا، اللي هي الحاجات اللي بتثار على السوشيال ميديا. ولكن هو الملفت في الموضوع يعني ايه عماره كامله كلها سودانيين او حتى اي جنسيه، بس هم سودانيين، الموضوع كده سودانيين، يعني ايه؟
يعني ايه النهارده عشان حضرتك مؤجر لجنسيه ما يتحكموا في المصريين اللي موجودين، زي ما حصل قبل كده في سوق العقارات ان كنا اتكلمنا على الكومباوند اللي في الفسطاط، كان عمارات كامله اشتروها سودانيين وكانوا بيروجوها لبعض. فكره يا فندم التكتلات ان هم بعد كده بيتحكموا في العقارات، بيتحكموا في الايجارات، بيتحكموا في الكلام ده كله، دي برضو فكره او يعني حاجه مش كويسه. وقلنا قبل كده كتير ان تكتلاتهم كتير، وقلنا ان هم بيتجمعوا او هم بيتجمعوا مع بعض، هم بيحبوا يبقوا مع بعض كده عزوه، حتى لو شقه واحده تلاقي اسرتين 3 4. وعلى فكره الموضوع ده كان في احد من جنسيات احدى الدول كانوا بينزلوا سياحه في مصر كل كام شهر كده، ممكن ينزل يقعد اسبوع اسبوعين هو واسرته. الحقيقه كان بيأجروا بما يقارب كانت في، حتى انا فاكره في المهندسين كانت الشقه وقتها بيأجرها يعني مثلا مفروشه ب 10000 جنيه. لما نزل يأجر ولما نزل سياحة تاني بالسمسار اللي متعود قال له اتأجرت ب 30000. قال له ازاي 30000؟ قال له أجرها 30 سوداني، ويشهد الله على هذا الكلام اللي اتقال لي، اتأجرت ل 30 سوداني. ما هو انت النهارده أسرة بتأجر ب 10000 سياحة، لما تأجرها ب 30000 كل واحد بيدفع 1000، فمش حكاية. فاحنا عارفين ان هم بيقعدوا مع بعض في شقة واحدة، الطريقة بيتضفروا معرفش بيعملوها، بيعشقوا في بعض، معرفش بيعملوها ازاي، ولكن احنا كلنا شفنا الموضوع ده. فكرة بقى التكتلات وان هم يتركزوا بالشكل ده، طب ما انت بتتحكم لي في سوق العقارات، انت بتتحكم لي في المصريين. فكرة التجاوز والتطاول، الفيديو الحقيقة ملغم بحاجات كتير قوي، اظن حضراتكم يعني واضحة وباينة. فأنا أرجو من الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التحقيق في هذا الفيديو المتداول، ونعرف إيه اللي حصل. هل حصل إجراء؟ هل فعلا الناس دي سابوا؟ هل مثلا الست دي سابت دار المسنين لأنه مثلا ما كانش بترخيص فهي آثرت السلامة وخدت بعضها ومشيت؟ ما هو يعني حضرتك لو معاكي ترخيص ومسجل والكلام ده كله، هي إزاي بالبساطة دي صاحبة العقار تطردك؟ يعني ما دي برضو في حاجة نرجو ان احنا نفهمها، ده حصل ازاي؟ فكرة التجاوز وفكرة ان انت تخش مكان كده كسوداني ولا هندي ولا اي جنسية، تخش على بيت خبط وخش وتشتم الناس فيه، دي حاجة برضو يعني يجب الوقوف عليها. ومن ضمن المواضيع اللي كانت مؤجلة او يعني من كتر المواضيع، مثلا المرشد الاندونيسي او اللي من اسيا عموما اللي كان موجود في المتحف المصري، حتى لو الجروب اللي معاك او الناس اللي معاك من جنسيتك، صحابك، قرايبك، ده مش مسموح، ده غير مصرح بيه يا فندم. ازاي حد من جنسية احدى الدول يشتغل مرشد سياحي؟ ده مخالف للقانون المصري، غير مصرح ليه، ما ينفعش، محظور ان اي حد مش مصري يعمل بمهنة الارشاد السياحي. واظن احنا قبل كده اتكلمنا على كابا لما جه، والافروسنتريك لما بيجوا، والناس دي لما دخلت مصر هو اللي كان بيشرح لهم في غفلة من المرشد المصري اللي كان معاه. فالنهاردة نلاقي ان في مرشدين مش مصريين. ادي واحد اهو اندونيسي بيشرح في الهرم زي ما انتم شايفين كده. فين الشرطه بقى وفين المباحث؟ طبعا ناهيكم عن حاجات بقى كتير، يعني مثلا الممثل السوداني اللي اتكلمنا عنه امبارح طلع قال مش انا، انتوا لفقتوا لي الموضوع ده. الحقيقه يا استاذ محمد احنا ما كناش نعرف حضرتك، ده مش تقليل منك ولا من اي حد، ده وصف او توضيح للموضوع، احنا ما كناش نعرفك فهنلفق لك ليه؟ الحاجات دي شايفينها من اكتر من سنتين في الصفحه بتاعتك من ايام المسلسل اعتقد اسمه سيد الناس او حاجه كده بتاع عمرو سعد اعتقد، يعني من وقتها الناس شايفه الحاجه من صفحتك، السكرينات من صفحتك. فكره ان انت يعني تتبرأ منها يعني عشان الهوجه اللي قامت مؤخرا دي، ده ما ينفيش، ان الكلام ده بقاله كتير ومش اول مره الناس تتكلم عن حضرتك، فنلفقها ليه؟ دي مش حاجتي ودي مش بتاعتي، بنلفقها ليه؟ احنا ما كناش نعرفك. يعني اسم حضرتك حتى رغم ان هو متداول مش يعني ممثل سوداني، في ناس كتير ما تعرفش اسمك، يعني في بس تدوروا محمد ميسرة ولا محمد السراج ولا ما نعرفش حضرتك مين انت، فهنلفقها لك ليه؟ فده مثلا كان بالنسبة للممثل السوداني، واحنا كنا اتكلمنا على اللهجة المصرية والدراما المصرية وحاجات كتير قوي في الموضوع ده.
ولكن في زحمة البرامج والأحداث والكلام ده، أول برنامج باللغة السواحلية في ماسبيرو، وكان الأستاذ أحمد المسلماني يعني كان بيتكلم على الموضوع ده. وطبعا ده عشان التقارب الإفريقي والحاجات العظيمة. طبعا احنا عارفين إن الأفارقة عندنا كتير قوي في مصر، فاحنا النهاردة عاملين برنامج باللغة السواحلية في مصر. ده من ضمن الحاجات برضو اللي هو يعني احنا ما عملناش مثلا حاجة مبادئ اللغة المصرية القديمة، حاجة عن الهوية المصرية. ما ده مهم لينا احنا كمصريين. وان كان الكثير من البرامج اللي هي في التلفزيون المصري محدش بيتابعها، يعني معلش يعني دي برضو معلومة او يعني ملاحظة، ولكن نلاقي ان في برنامج باللغة السواحلية. اهلا وسهلا، نورتوا مصر. طبعا ناهيكم عن استمرار نوع من انواع الاستباحة. يعني في واحدة يمنية برضو كانت في اسكندرية وبتتكلم هي ازاي بتعاملوها كأجنبية، دي من صحاب البلد. يا جماعة أنا جيت أركب مركب تمام، وعاملوني معاملة أجنبي، وكمان دخلت أنا القلعة حق الإسكندرية القتباي عملوني معاملة أجنبي. يعني مش عارفة يعني ليش بتكرهونا في مصر يا جماعة؟ ليش؟ استغلال غير طبيعي، والله العظيم استغلال غير طبيعي. احنا مش أجانب، احنا نعتبر أصحاب بلد، بنحب مصر وبنحب المصريين وبنحب كل حاجة، وبنيجي وبنروح عشان طيبتكم عشان أخلاقكم. بس توصل لمرحلة إن نتعامل كأجنبية، لا والله. الأستاذة يعني احنا بنتحفظ على بعض المصطلحات يا فندم. احنا يعني طبعا بنرحب بالضيوف وبالسياح بس انتوا أجانب. اي حد مش مصري يعامل معاملة الاجنبي، واظن ان من بداية السنة وده قرار وزارة السياحة، يعني خلاص خلصت. اي حد مش مصري فهو يعامل معامله الاجنبي. ايه اصحاب البلد دي يا فندم؟ ايه اصحاب؟ احنا ما بنتعاملش على اننا اصحاب بلد في اي بلد، ما حدش بيعاملنا كده. يعني المصري في اي دوله ما بيتعاملش على ان هو يعني من اهل البلد دي، بيتعامل على انه مقيم وافد، ليه رسوم، ليه اقامات محترمه مبلغ وقدره. لكن الساده الضيوف اللي بيجوا، او انا مش عارفه دي مقيمه ولا سياحه ولا ايه، يعني ليه تتعاملي زي ابن البلد؟ مفيش دوله بتعمل كده يا فندم الا دول الموز بقى، يعني ما فيهاش قانون، مش فارق معاها سياحه. ولكن احنا السياحه دي دخل مهم جدا يعني للدوله المصريه، تاني دخل بعد تحويلات المصريين في العمله الصعبه يعني، وقناه السويس والسياحه. فدي حاجه مهمه جدا يعني. فاحنا النهارده نعملكم كلكم يعني عندنا احنا 110 مليون مصري، فنحط علينا 20-30 مليون كمان تبقوا زينا. طب ما كنتوا زينا زيكم. وعلى فكره اليمنيين تحديدا تقريبا الفئة الوحيدة من غير اللاجئين، لأن اللاجئين بيخشوا مدارس حكومية. اليمنيين الوحيدين اللي فيه استثناء عشان بعد قفل المدارس اليمنية إن هم يخشوا مدارس حكومية مصرية أو خاصة لحد ما يعدلوا أمورهم والإقامات والكلام ده كله بعد قفل المدارس اليمنية في مصر، لأن في حوالي 7000 طالب يمني في مصر وكانوا بيتكلموا في الموضوع ده. فالوزارة التربية والتعليم عملت استثناء إن هم ممكن يخشوا المدارس الحكومية المصرية. فإيه المطلوب يا فندم أكتر من كده؟ تصاريح أمنية والموافقات الأمنية قلتوا غالية وتم تخفيضها بالفعل. الإقامات دايما بتشتكوا، مش انتوا بس، كل الجنسيات. ولكن احنا مثلا عشان في زحمة الجنسية السودانية واليمنية الأحداث الأخيرة دي، في جنسيات تانية برضو دائمي الشكوى. وكان في كلام كده يعني الحقيقة مش عارفة اختفاء اليمنيين، يعني في حاجات بتنزل كده. بس يعني ايه، يعني هيجي وقتها واكيد هنتكلم على كل الجنسيات، لان احنا لا نستهدف جنسية معينة. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم